يحيى كان بيشتغل جرافيك ديزاينر ومرتبه على قد، بس دايما كان بيحس انه نفسه يستثمر، بس كان فاكر ان لازم يكون معاه 100,000 جنيه على الاقل. اهلا بيكم، انا عز الغريب ودي حلقات انفستمنت 101. في يوم يحيى قابل صاحبه عمر وقال له: يا عم انت ممكن تبدا ب 100 جنيه. يحيى ضحك كده وقال له: ب 100 جنيه؟ ده انا ما اعرفش اجيب يوم سندوتشين. عمر ضحك وبدا يشرح: يا يحيى النهارده بقى في ادوات استثمار كتير بتسمح لك تبدا بمبالغ صغيره زي الصناديق الاستثماريه، وتقدر تدخل فيها بمبالغ صغيره، والذهب الرقمي يعني انك تشتري جرامات ذهب من تطبيقات موثوقه، الاسهم الجزئيه بعض التطبيقات بتسمح لك انك تشتري جزء من سهم جوجل او ابل، بعض البنوك بتقدم شهادات بتبدا من اول 500 جنيه بعوائد ثابته. المهم تبدا ليه؟ لان الكومباوندنج او التراكم هو السر. لما تبدا بدري العائد بيتراكم، وهتستفيد من حاجه اسمها الفايده المركبه او اللي اسمها الكومباوند افكت، ودي اللي بيسموها عجوبه العالم الثامن، وهبقى اشرحها لك بعدين. يحيى بدا ب 200 جنيه في صندوق استثماري، كل شهر يزود شويه، بعد سنه اتفاجئ ان عنده مبلغ محترم وبعائد كمان. مهما كان دخلك اسال نفسك ازاي اخلي اول 100 جنيه تشتغل، لان الفلوس اللي ما بتشتغلش بتموت. ولو عندك اي سؤال محيرك زي يحيى اكتب لي في الكومنتس.